السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اخواتي من جديد في قناتي وقناتكم مطبخي البسيط مع حليمة. نتمنى ان شاء الله ان اموركم تكون بخير وعلى خير. الفيديو ديالو ما شاء الله غادي نوجدوا المولي كيك، يعني هاد الكيك هذا كيكون خاص باللي كيك ديزاين. انا صوبت بهم هذا ديال عيد ميلاد ديال بنتي. نتمنى ان شاء الله ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم. غادي نديروا المول ديال 20 سنتيم والمول ديال 15 سنتيم. غادي نبداو بالمقادير. هنا في المقادير غادي نديرو 5 ديال البيضات، يعني غنقول لكم مقادير بالغرام وبالكاس. عندنا هنايا 444 غرام ديال لا كريم فريش، عندنا 444 غرام ديال السكر سنيده، وعندنا 444 غرام ديال الدقيق الابيض الممتاز خاص بالحلويات يكون مغربل. غنخلي لكم في صندوق الوصف هاد العبارات بالكاس ديال العنبه. هنا عندي جوج ديال الخمارات من فئه ديال 8 غرام، غنحتاجو 16 غرام، وقبصه ديال الملح. بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش شنو هو المولي كيك، المولي كيك هو كيك ماشي بحال الجينواز كتكون خفيفه، هذا كيكون ثقيل، كيكون بنين اكثر، يعني كيكون بنين واخا تاكليه هكاك ناشف كيجي بنين بزاف وزوين، وفي نفس الوقت كيجي ثقيل، يعني كيهز الطبقات. الا كنتي دايره طبقه هكا فوق الطبقه ديال الكيك ديزاين كيهز طبقات. هنايا خديت لا كريم فريش وغادي نطربها حتى تولي بهذا الشكل هذا، راها مسوسه. غادي نخليها على جنب وغادي نجبد. هنايا غادي ندير البيض، 5 ديال البيضات، القياس ديال 20 سنتيم. هذا المول القياس ديال 20 سنتيم. وغنخلي لكم في صندوق في صندوق الوصف عفوا، غنخلي لكم ديال 15 سنتيم اللي درت انا فوق منه. من بعد كنديروا قبيصات الملحه، البيض والسكر سنيده، نفس القياس ديال السكر سنيده هو نفس القياس ديال لا كريم فريش، وهو نفس القياس ديال الدقيق. من بعد الخليط ما كيولي بهذا الشكل هذا، يعني كيذوب الحجم ديالو وكيخفاف. كنبداو نزيدوا ليه الدقيق بشويه بشويه. الدقيق راني نخلطوه مع ديك الخماره، ونبداو نزيدو غير شويه بشويه، ونديرو الطراب اليدوي وندخلو داك الدقيق شويه بشويه في داك الخليط باش ما يهبطش لينا. كما قلت لكم المولي كيك كيجي يعني كما كيقولوا كيتحمل الوزن. الا درتي هكذا كيك طبقات اولا كيك ديزاين طبقات، يعني طبقه فوق طبقه، كيتحمل داك الوزن، ما كتميل ما حتى شي حاجه. ماشي بحال الجينواز، يعني الجينواز كتكون خفيفه ما كتحملش داك الثقل، وهذا كيجي بنين بزاف. يعني ممكن انكم تعوضوا داك لا كريم فريش تعوضوها بالحليب، ولكن بلا كريم فريش كيجي احسن. هنا الدقيق كنزيدوه شويه بشويه، وكنحاولوا كما قلت لكم كندخلوه. هذا راه ما كيكونش فيه الزيت، ما كتكون فيه لا زبده لا زيت، وكيجي حتى في الوزن كيجي ثقيل. وهذا ملي كتقطعي طبقات يعني كيعطيهم لك عاليين، ماشي بحال الجينواز. هنا راه كملت الدقيق اللي بقى لي عندي 444 غرام. هنا راه بدا كيتقال داك الخليط، غير صبروا معاه، عطيو شويه الخاطر، خلطوا مزيان داك الدقيق. يعني بهذه الطريقه هذه. من بعد كنجيبوا داك لا كريم فريش اللي عندنا، يعني ما كنحطوش في الثلاجه، ما كتحتاجش انك تحطها في الثلاجه، تحطها في الكوزينه حتى كتحتاجيها. كنبدا نهز شويه بشويه وانا كنزيد الخليط، يعني كندخلها في الخليط غير شويه بشويه، نقسموها مثلا على 4 اولا على 3، وحنا كنخلطوا بهذه الطريقه هذه. كيجي هذا الخليط ديال الكيك هكا رطب، كيجي عنده واحد الملمس هكذا زوين بزاف. وما نقولش لكم زعما الصراحه البنه ديالو زوينه بزاف، راه قلت لكم ممكن تاكلوه هكاك ناشف كيجي بنين بزاف. هو عاوتاني عنده كيبغي الوقت طويل انه باش يطيب، لانه ثقيل في الفران، كيبغي الوقت تقريبا. انا هذا خدا ليا تقريبا شي ساعه وربع، ساعه وربع، يعني راه نهار مهيله بحال الكيك العادي. خدا ليا ساعه وربع. بالنسبه للمول ديال 15 سنتيم تقريبا ساعه الا ربع
هذاك هو الجهد اللي خدا ليا. انا لاحظتوا الخليط شوف كي كيولي كيجي هكذا رطيب ومرغوي، كيرجع كيولي خفيف صافي. هنا راه كيكون واجد. كناخذ المول. انا عندي المول يعني محلول ماشي داك اللي عنده القاع. كناخذ بابي الومنيوم هكا كنديرها على شكل زائد، وكنحط المول، وكنحط واحد ورق بعدا ديال الطبخ باش ما يلصقش ليا الكيك في بابي الومنيوم. كنحط الورق ديال الطبخ بهذا الشكل هذا صافي، وكنحط فيه المول، وكنبدا نلبس ليه داك الجناب. كنبدا نهز داك البابي الومنيوم كنلبسو لداك المول حتى كنزير عليه مزيان باش يتشكل لينا هكذا مول عنده القاع. هنا غادي نغلفو لداخل لان الكيك يعني كيكون عنده واحد العلو. كندهنو بشويه الزبده، وكناخذ واحد الطريف ديال ورق ديال الطبخ كنقطعو وكندخلو هكذا لداخل، كنعبر وكندخلو هكذا لداخل باش حتى داك الكيك الا طلع تنفخ كيلقى فين يطلع ماشي كيفيض. صافي غادي ندور داك البابي مزيان. المهم لبسوه لداك المول هكذا من الداخل. من بعد صافي كنهز الخليط وكنخويه في المول. بطبيعه الحال هزو هاد المول حطوه في اللاطه هي الاولى، عاد خوي فيه الخليط باش ملي تجي تهزو ما يسيحش لكم الكيك من التحت. هنا راني كبيتو في المول. غادي ندخلو الفران على نار كما قلت لكم متوسطه. انا راني سرحتو شويه من الفوق على نار متوسطه لمده ساعه تقريبا وربع. كيطيب على يعني على نار مهيله. هذا هو المول ديال 15 سنتيم، درتهم بجوج. كما قلت لكم الفران يكون سخون من قبل، من الافضل الفران يكون سخون من قبل. وهذا هو الشكل ديالو. هنايا راه كناخذ واحد الكيردون لهاد العود ديال الشوا، كنخشي هكذا باش كنعرف واش طاب. راه خرج ناشف، يعني الكيك ديال 15 سنتيم راه طاب. هذا ديال 20 سنتيم راه باقي خصو مازال يطيب، يعني باقي خصو مازال يطيب. هنا ها هما وجدوا. من بعد ما بردوا كنحيدهم من المول، وكندور عليهم بلاستيك غذائي وكنحطهم في الثلاجه الليله كامله. من بعد كنجبدهم نبدا نقطعهم ان شاء الله. هنا انا استعملت هذا المنشار هذا ولا هذا القطعه هذه تقريبا راه خديتها ب25 درهم عند مالي لوازم الحلويات. صراحه كتجي زوينه بزاف، كتقطع مقاد وكتجي زوينه في التقطيعه، ما كتعذبيش نهائيا. حسن من الخيط وحسن من هكذا الموس منشار، يعني كتجيك 6% كتبداي تقادي في الكيك ديالك هكذا في المول. كيجيو مقادين ما كيعذبوكش نهائيا، ما كيكونش دوك الحواف هكذا معوجين او مفرتين. خلاص الا بيتوها في الثلاجه ليله كامله راه ما كتفرتش معكم نهائيا. انا ما صبرتش عليها الصراحه. درتها تقريبا واحد 6 ديال السوايع اللي خليتها حتى بردات، ولكن حطيتها في الكونجيلاتور يعني في الفريغو. ممكن انكم تحطوها الا كنتو مزروبين بها هكذاك، حطوها واحد 6 سوايع هكاك في الكونجيلاتور ومن بعد خدموا بها. يعني هاد الطريقه ديال المنشار ولا تقطعها كتجي زوينه. غنكملوا نقطعوا حتى ديال 20 سنتيم. هذا هو الشكل ديال المولي كيك، يعني القياس ديال 20 سنتيم مع القياس ديال 15 سنتيم. ان شاء الله فيديو اللي من ورا هذا غادي نمونطيو، يعني نديروا الحشوات وغادي نديروا مونتاج ديال الكيك، طريقه تزيين. يعني الصوره ديال الكيك ها نتوما غادي تشوفوها دابا. يعني جات هكذا زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. مع الحشوات تقريبا راه كاينين في القناه. ان شاء الله نخلي لكم كلشي في صندوق الوصف. بالنسبه للقياسات في صندوق الوصف غادي نخلي لكم المقادير ديال 15 سنتيم ديال المول ديال 15 سنتيم، وغنخلي لكم مقادير ديال 20 سنتيم، وغنخلي لكم بالقياس ديال العنبه وبالميزان. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون مفيد لكم. لا عجبكم الفيديو خليو لي لايك وخليو لي تشجيع اولا تعليق كتشجيع منكم ليا. كانت معكم حليمه من طباخي البسيط. الى اللقاء صفه قادمه ان شاء الله. خليتكم على خير.